السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أمني. بدون أي مقدمات، كما شفتوا في الأيام الأخيرة ظهور فضيحة كبيرة على اتصالات الجزائر الجيري تيليكوم، وتحديدا في شبكة الجيل الرابع 4G، حيث أنه بعد أن حصلت الشركة على أكبر عدد من المشتركين أو من المستخدمين، يعني كما نقولوا دارت لافير، بعد سنتين من الخدمة تحديدا قامت الشركة بلعبتها الخطيرة، وهي أنها جعلت الخدمة محدودة. يعني تفليكسي 500 دينار أو 1000 دينار تعطيك 1 جيجا أو 2 جيجا، وحتى تحصل على الإليميت، يعني تحصل على تلك الانترنت الثقيلة 512، يعني 512 تلك الكيلو أو لا عارف. يعني يجب أن تدفع اشتراك 350 ناف، يعني 3500 دينار أو 6500 دينار. أما يعني كما كانت سابقا تفليكسي 1000 دينار، يعني راحت الإليميتي، أصبحت تستهلك 2 جيجا وخلاص الانترنت. يعني هذه هي اللعبة التي قامت بها شركة اتصالات الجزائر على المشتركين، وقالت أنه يعني كان في البند ذلك، يعني تلك الخاصية، ولكن لم تكن. يعني هذا كذب على المشتركين. أنا شخصيا واحد اشتركت في اتصالات الجزائر، يعني وعندما جلبت المودم ودفعت سألتهم هل ستتغير أم لا، قال لك لا، يعني تبقى هكذا، تبقى تدفع 1000 دينار تحصل على 1 جيجا و512 تلك الكيلو أوكسي تتصل بها. يعني وهي خدمة رديئة جدا. يعني تستطيع أن تقول أنها 2G وليس 4G أو 1G. يعني وتلك الأكاذيب والله لم نفهم شيئا. يعني فضيحة من العيار الثقيل، انترنت سيئة جدا. وكل ما نطالبه من الشعب أن يقوم بالمقاطعة، يعني مقاطعة كما ترون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نشارجيش، يعني ما تشارجيش، هذه سرقة مباشرة في حقك. يعني هكذا يسرقونك. ونحن في 2017، هذه الأسعار لو كانت في 2002 أو 2004 نقول عادية. نحن في 2017 ونحن في المرتبة 30، يعني ما قبل الأخيرتين في إفريقيا. وتلك الكذبة التي قالت بها الوزيرة أنها ستصدر إلى المالي، شوفوا في الصورة، المالي في المرتبة 6، المغرب في المرتبة 11، يعني وتونس أيضا في مرتبة متقدمة، فقط الجزائر في المراتب الأخيرة في اتصال الجزائر. المهم، يعني هناك أيضا تدوينتين أو موضوعين على موقعي للحصول على انترنت مجاني يمكنكم الدخول إليها، وهكذا تستمر المقاطعة ما نشارجيش. يعني وشاركوا هذا الفيديو قدر المستطاع، يعني حتى يقوم كل الناس بالمقاطعة. يعني لا نريد أن تعود كما كانت، بل نريد الأفضل، نحوس على حاجة أفضل، لأننا في 2017. ويعني هذه حجرة بالكلمة الواحدة. ورابط الموضوعين مباشرة أسفل الفيديو، تصيبوا 2 ليان تدخلوا فيهم يعني للكمبيوتر وللهاتف. كل ما بقي علي أن أقولها لكم، دمتم في رعاية الله، نلتقي في حلقة قادمة، وما تنساوش الاشتراك في القناة تحت فطوركم.